ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ايه رأيكم بقى في الفطير المفتح المورق الجميل اللي انتوا شايفينه دوت؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الفطير طري ومورق يعني بطريقة حلوة جدا. النهاردة في الفيديو دوت هتعملي الفطير من غير مجهود خالص. هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة. لو انت اول مرة تعملي فطير في حياتك، صدقيني هتعملي الفطير وهيطلع معاكي ناجح 100%. بصوا ملمس العجينة طرية وحلوة قوي. خليكم معايا واحدة واحدة. بصوا انا دي مقدار العجين بتاعي نص كيلو دقيق. تمام. نص كيلو الدقيق هنا انا عملته 5 فطاير صغيرين. تقدري بالنص كيلو دول تعملي بيهم 4 فطاير، فطيرة واحدة، فطيرتين، شيء يرجع لك انتي. حابة الفطيرة حجمها كبير، هيبقى الفطيرة نص كيلو حجمها كبير حلو جدا. لكن انا حابة اللي هو الفطير اللي هو زي بتاع الفران كده، هو الفطير الصغير كده اهو. ان انتي تقدري ايه، ترش عليه سكر من فوق، تقدري تديه للطفل قدامك كده هو ياكل الفطيرة ويخلصها. تمام. خليكم معايا واحدة واحدة عشان الفطير النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا، بدون شابة، بدون فرد على الطبلية. هنعمله بطريقة حلوة قوي. خليكم معايا واحدة واحدة وصدقيني مش هتندمي. انا سبت الفطير بتاعي يرتاح خالص، وبعد كده خدت اول كرة معايا، فردتها زي ما انتوا شايفين كده. هو بتفرديها بايدك، مش مستاهلة نشابة خالص. وبعد كده بتكوني محضرة السمنة بتاعتك او الزبدة او سمنة على زيت المتاح عندك، حطيه. بس يفضل نوع سمنة تكون كويسة. كل ما نوع السمنة كويس كل ما بتطعمي الفطير. يعني كل ما الجودة بتبقى كويسة كل ما الفطير بيطلع معاكي حلو جدا. تمام. بعد ما فردتها كده زي ما انتوا شايفين كده، فردتها على شكل مستطيل، ببدأ بقى احط السمنة بتاعتي، ادهنها سمنة كويس جدا. وبعد كده اجيب السكينة بتاعتي واقطعها 4 مستطيلات كده هو زي ما انتوا شايفين. وامسك اول مستطيل كده اهو واطبقه زي المنديل، واروح واخداه وحطاه على الطرف اللي هو التاني. يعني الطرف الاولاني ده مع الطرف الاولاني التاني، واطبقهم في قلب بعضهم. دي كلها توريقات الفطير. واروح برضو واخداه كده اهوك وحطهم مع بعضيهم برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. يعني متهيألي مفيش اسهل من كده. بص الفطير بتاعك انتي عملتيه كام طبقة بالطريقة ديت؟ ايا كان حجم الفطير بتاعك هتعمليه بالطريقة ديت، سواء فطيرة كبيرة فطيرة صغيرة، صدقيني النتيجة هتطلع تحفة. دي كده بتكون اول فطيرة معايا. بعمل الفطير كله بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. دي برضو تاني فطيرة هعملها بسرعة برضو اهو بالشكل. يعني انا جريت الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بصوا بعملها برضو 4 مستطيلات كده اهوك، واروح عاملة كل واحدة على التانية. وبعد كده بقى كده ايه، يكون خلصت الفطير بتاعي، اسيبه يريح خالص حوالي ربع ساعة. طب ليه انا بسيبه يريح؟ عشان افرده بالطريقة دي. شايفين لما بفرده الفطيرة ما بتكشش معايا، ما بترجعش معايا. ليه؟ عشان خد وقته في تريح العجين. يعني لما ريحتيه كويس تيجي تفرديه سواء يعني حابه تفرديها رقيقه هتفرديها، حابه تفرديها سمكها تخين هتفرديها. الفطيره مش هتكش معاكي. لو لقيتي الفطيره كشت معاكي اعرفي ان هي الفطيره ما خدتش راحتها. لازم تريحي الفطير كويس جدا. وعلى الوش كده بدهنه دهنه ايه، زبده كده هوك، وادخله الفرن. ويفضل الفطير ما يبقاش رقيق عشان ما ينشفش منك. ده كده الفطير بتاعي بعد ما استوى. شايفين لونه؟ بسم الله ما شاء الله، يعني دهبي من فوق ودهبي من تحت. التسوية بتاعته بتبقى ازاي؟ التسوية بتاعته بتبقى على نار عالية، ما بتبقاش على نار واطية، لان لو وطيتي النار هيصمد وينشف منك في الفرن. ملحوظة كمان للأمانة عشان الفطير يطلع معاكي طري، لما بتعمليه في الفرن بتاع البيت بيطلع معاكي وشه ناشف شوية. فانت بقى بتعملي ايه؟ اول لما يطلع من الفرن تروحي مغطياه، سواء بقى بصاج او بكيس او بغطا. المهم اول لما يطلع تغطيه حوالي ايه ربع ساعة كده هو. هتبص تلاقي اتطرى معاكي وبقى حلو جدا. لكن لو سبتيها هتبص تلاقي وشه ناشف، لان افران البيت مختلفة عن اللي هي الافران اللي هي بتاعت بره. نيجي بقى لطريقة العجين اللي انا عملتها. انا بعمل مقدار نص كيلو. نص كيلو دوت بياخد ايه؟ بياخد معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، بياخد 280 جرام من الميه بالظبط. تمام. هو مقدار النص كيلو لمعجونات اللي هي الفطاير
بيبقى ايه، لو عملتي كيلو دقيق نص ميه بس، انت العجينه بتبقى يابسه فبتزودي حوالي ايه، كام معلقه ميه كده اهو. فالمقدار بالظبط بيطلع 280 جرام من الميه على نص كيلو دقيق، على معلقه كبيره من السكر، على معلقه صغيره من الملح. عجينه الفطير ما بنحط لهاش لا بيكنج باودر ولا بنحط لها خميره. تمام كده اهو. بنيجي بقى في العجين بعد ما بتعجنيها كده اهو، بتحط لها معلقه زبده او معلقتين زيت، دي بترطب العجينه وبتخليها حلوه جدا. دي كده بتكون طريقه العجين بتاعي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا